أسامة متجوز وعنده بنت زي القمر اسمها فجر، ومراته اسمها عبير. أموره حلوة وكويسة ومستقر في شغله. فضل أسامة على الحال دوت لغاية ما الشركة بدأت تخسر وبدأت تصفي العمال وتسرحهم وادت كل واحد مبلغ يعيش بيه لغاية ما يدبر أموره. فضل أسامة يصرف المبلغ اللي خده، وبدأت الأمور تضيق ويدور على شغل. وفضل لما لقى شغلات مندوب مبيعات، شغلانة غريبة عليه بس اضطر يقبلها لأنه مفيش غيرها. ولما مسك الشغلانة كان بيغيب عن بيته معظم الوقت، سايب بيته ممكن بالنهار وممكن بالليل حسب ظروف شغله، وما يقدرش يقول لأ مفيش غيرها. مراته بدل ما تحمد ربنا إنه قادر يكفيها وكفي مصاريفها هي وبنتها، لأ بدأت تشتكي إنه سايبها لوحدها معظم الوقت، وإنها بدأت تمل وتزهق. حتى لما بتروح لأهلها مفيش حاجة جديدة، وكل ما تشوفه تمكته وتقول له انت سايبني معظم الوقت وانا زهقانه، اعمل ايه؟ يقول لها طب انا اعمل ايه؟ ما انا دوبك بكفي مصاريفكم. يوم الاجازه خدها وراحوا عند اهله يقضوا يوم ويغيروا جو، حاجه ما تكلفش، ما الدنيا مش مستحمله. بس هي راحت ورجعت بوزها شبرين، اهلك بيعاملوني وحش، اختك بتكلمني بطريقه ازاي، ونكدت عليه. ورجع الراجل بدل ما يبقوا مبسوطين نكدت عليه اكتر واكتر. في يوم اسامه كان في شغله والحنفيه باظت، اتصل بيه واحد من السباكين اللي قالوا لها عليه. اما كلمته وجيه يصلح الحنفيه وهو بيصلح، بدل ما تسكت وتحترم نفسها بدات تتكلم وتبعبع وتشتكي عن حياتها الشخصيه والامور اللي هي بتعاني منها مع جوزها. السباك اللي اسمه سيد سمعها في الاول وكان بيواسيها، ولقاها بتحب الكلام بقى ياخد ودي معاها. ولما قعدت تشتكي من اهل جوزها واللي بيعملوه معاها قال لها لا ده سحر، الناس دي عاملين لك حاجه تنكد عليكي حياتك، ولما بتروحي هناك بيجددوا لك الاعمال، وانا الحاجات دي حلها عندي، ده انا عندي واحد يفهم في الحاجات دي وهخليكي تروحي له ويحل لك كل اللي عندك دوت ومشاكلك والهم اللي انت فيه، والهم ده كله سببه سحرهم. صدقته وادته تليفونها وبقى يتواصل معاها عشان يوديها عند الساحر اللي هيفك لها اسحار ويشيل الهم عنها. وكلمه في التانيه بقى ياخدوا على بعض في الكلام، ومره في مات تانيه بدات تقابله، وفي الاخر جالها البيت. وفي البيت عملوا مع بعض علاقه ازواج. البنت كانت موجوده في البيت بس قفلت عليها الباب، وبدا يجي لها كل فتره والتانيه ويخش يقعد معاها شويه، لغايه ما البنت لاحظت في يوم الحكايه وقالت لها يا ماما هو الراجل ده بيجي لنا كتير ليه؟ الست حست ان البنت بدات تفهم، وقالت له البنت بدات تفهم انت بتيجي هنا ليه؟ وانا خايفه احسن تبلغ ابوها. قال لها الحل ان احنا نخلص من البنت دي. انا كنت متوقعه انها تقول له لا، ولكن اتفاجئت ان هي فضلت عشقها على بنتها اللي مش ضامنه تجيب غيرها. وفعلا وافقت على اللي هو قاله وعلى الاتفاق اللي هم دبروه في ليل، والشيطان تلتهم. عبير قالت لبنتها عمك سيد ده راجل طيب، ده حتى جايب لك موبايل جديد غير الموبايل اللي في ايدك، انزلي هاتيه منه هو مستنيكي في التوك توك. البنت صغيره وبيندهج عليها، دي ما كملتش 7 سنين. نزلت، ولما نزلت تحت لقت عم سيد قاعد لها في التوك توك، وركبت معاه وما رجعتش. رجع الاب يدور على بنته وسأل عليها، قالت له دي راحت تجيب حاجات من البقاله. ولما لقاها البنت اتأخرت نزل يدور ما لقاش حد، والبقاله قال له ما جاليش حد من عندك. اتأخرت اكتر، راح يبلغ الشرطه. ولما الشرطه بدأت تفرغ الكاميرات لقوا ان البنت ركبت توك توك مع واحد. الراجل اتعرف عليه، والست ما لقتش فرصه غير انها تتكلم، بس قالت انجي نفسي، وقالت يا خبر ده السباك اللي كان بيصلح لنا الحاجه اللي عندنا، يبقى هو طمع في بنتنا وخدها. الشرطه بدات تحقق معاها، انت عارفاه كويس؟ قالت ايوه كان بيجي لنا كم مره كده يصلح لنا السباكه. بس الشرطه حست ان كلامها مريب، قالوا لها قولي اللي عندك، احنا هنعرف بس لما تيجي منك افضل. الست فكرت انها ممكن تتهم نفسها بالزنا ولا انها تستنى يتهموها بقتل بنتها. راحت قايله لهم اصل بصراحه انا كان في بيني وبينه علاقه، وكان بيجي لي البيت ونعيش مع بعض علاقه ازواج، بس انا في يوم كده حسيت ان انا اللي بعمله ده غلط ويغضب ربنا، فقلت له كفايه كده بقى انا مش هستمر معاك. اما هددني وقال لي ان هو هينتقم مني لو انا ما استمرتش معاه، وباين انه عمل كده في بنتنا. قدرت الشرطه انها تقبض على سيد، اللي اول ما عرف اعتراف الست اتجنن. بس سيد كان ناصح وقال في نفسه اللي خانت جوزها هتخون عشقها، وكان مسجل لها بينه وبينها كان مكالمات وهي بيتفقوا مع بعض ازاي هيخلصوا من بنتها. وتم القبض على الام واتهامها بقتل بنتها مع عشقها، والمحكمه اصدرت حكمها العادل بالاعدام شنقا على الاتنين، الام وعشقها اللي ضحت ببنتها عشان خاطر عشقها. ليه الزوجه تعمل كده ببنتها؟
بنتها اللي هي مش ضامنة انها هتجيب غيرها، والزوج اللي مش مقصر معاها. في ايه سيد ولا غير سيد؟ ليه الستات بتعمل كده؟ ليه الستات توصل ان الراجل يا اما يذبحها يا اما هي تقتل ابنها عشان خاطر عاشقها؟ الحياة بتستاهلش. نتقي ربنا. حسبنا الله ونعم الوكيل.